الموبايل ده في واحدة من أغرب الحاجات اللي أشوفها في كاميرا موبايل. تخيل يبقى معاك موبايل بيصورك لوحده، كل اللي بتعمله إن أنت بتثبته في مكان وتدوس دوستين على الزرار ده، تديه لأي حد في الشارع أو تسيبه متثبت، وهو بالذكاء الاصطناعي هيحدد إمتى ياخد لك اللقطات المظبوطة. بيقرا ملامح الوش والحركة والابتسامة، وبياخد الصورة في التوقيت المظبوط بالفلاش سناب، وده بقى على سنسور 50 ميجا بكسل من سوني، كامون 40 برو 5G من تكنو. موبايل الديزاين بتاع ظهره تحسوه كده شياكه، ولو انت بقى من محبي الجيمنج فهو بيجي بشاشه ايموليد 144 هرتز، يعني هتلعب بسلاسه. في نفس الوقت فيه معالج ميديا تك دايمنسيتي 7300 التيميت، وده مش بس هيساعدك في الاداء، لا ده كمان هيحافظ لك على البطاريه. وبمناسبه البطاريه بقى، فهو بيجي ببطاريه 5200 ملي امبير، ومعاه شاحن فاست تشارجنج 45 واط، وبلتن جواه بقى آلة، وده نظام دعم كامل لاي حاجه بالذكاء الاصطناعي. تقدر بقى تعدل صور، تترجم المكالمات اكتر من لغه، وتعمل ملخصات بقى الويب سايتات وحاجات من على النت، وتعيد كتابتها كمان بالطريقه اللي انت عايزها. يعني من الاخر تجربه كامله متكامله، وكل ده في بادي قوي جدا بيستحمل الخبطات ووقعات على الاسفلت من ارتفاع 1.5 متر. في نفس الوقت فيه مقاومه للميه والغبار. واحلى حاجه بعد اللي حكيناه ده كله، الكامون 40 برو من الفئه الاقتصاديه، فتقدر تجيبه وتحافظ على فلوسك وتستمتع بيه.